تخيل معايا تفيق في واحد الصباح وتلقى الحليف الوحيد اللي كنتي كتخبى موراه مكلش فوق سفينة وغادي للمحاكمة، وتعرف باللي انت هو النوبة الجاية في ليستا ديال أقوى رجل في العالم. هاد الشيء اللي وقع اليوم في فنزويلا ماشي مجرد انقلاب عادي، هذا زلزال سياسي حقيقي هدم واحد من أكبر أعمدة محور الممانعة اللي كان كيتعاون مع قصر المرادية ضد المصالح ديال المغرب. وقبل ما نغوصوا في هاد التفاصيل الصادمة وكيفاش هاد الشيء غيغير الخريطة ديالنا، كنتمناو تنضموا للعائلة ديال رادار. بقى لينا والو نوصلوا ل20 ألف مشترك بفضل الدعم ديالكم اللي كيخلينا ديما نجيبوا لكم الحقيقة من قلب الحدث ونفضحوا كواليس المؤامرات. القصة بدات في لحظة سكون مع الفجر، فاش قوات الدلتا الأمريكية الصاعقة دخلات على مادورو وهو ناعس في فراشو، هزاتوه هو ومراته وطلعوهم لسفينة متوجهة للميريكان باش يتحاكم بتهم ثقيلة ديال التهريب الدولي للمخدرات. هاد الضربة نزلت كالصاعقة على تبون وشنقريحة، حيت مادورو كان هو الشوكة اللي كيخدموا بها ضد وحدة المغرب في أمريكا اللاتينية، ودابا هاد الشوكة تهرست في دقيقة واحدة. ترامب ملي رجع للبيت الأبيض جاب معاه الصمتة والصرامة، والرسالة ديالو كانت واضحة بزاف: اللي كيوقف قدام القرارات ديالي راه عدو، والعدو ديال ترامب كيموت بالضربة القاضية. شوفوا غير الفرق الكبير، المغرب مالكو ديما كيمد يد السلم والصلح وكيهضر بمنطق التنمية، وفي المقابل نظام قصر المرادية مازال شاد في لغة الخشب وكيصرف 500 مليار دولار من فلوس الشعب الجزائري على عصابة البوليساريو اللي ترامب براسو سد الملف ديالها واعترف بمغربية الصحاء. دابا هاد النظام القرصو عريان قدام العاصفة الأمريكية، حيت المحور اللي كان كيتخبى موراه من إيران لفنزويلا كله تشتت، وبقاو بوحدهم كيشوفوا في المصير ديال مادورو بحال كيشوفوا في المراية. السؤال اللي كيطرح راسو بقوة: واش تبون وشنقريحة غادي يفهموا الدرس ويستافدوا من هاد الضربة اللي كلاتها فنزويلا ويرجعوا لوايهم، ولا غادي يبقاو شادين في العناد حتى يلقاو راسهم حتى هما فوق شي سفينة غادية للمجهول؟ التاريخ كيعلمنا باللي اللي ما كيحنيش راسو العاصفة كيتهرس، واليد الممدودة ديال جلالة الملك كانت أحسن طوق نجاة ليهم باش يخرجوا بأقل أضرار. ولكن العقلية العسكرية القديمة خلاتهم يشوفوا في السلم ضعف وفي التعاون استسلام. موازين القوى تزلزلات، والسكوت اللي ضرب في قنوات الجزائر اليوم كيبين حجم الرعدة اللي شداهم، حيت عرفوا باللي ترامب ملي كيهدد كينفذ، وما كاينش اللي يحميهم من هاد الرياح اللي جايه الا الرجوع لبيت العائله الكبير في المغرب العربي تحت السياده المغربيه. فيقوا يا بلاربه وافتخروا ببلادكم وبالذكاء ديال الدوله ديالنا اللي بقات صامده وحققت انتصارات دبلوماسيه تاريخيه في وقت اللي الاخرين كيجمعوا فيه كنايز الحلفاء ديالهم. شكرا لكم على المتابعة، وإلا بغيتوا تعرفوا كواليس كتر وقصص صادمة أخرى كنصحكم تشاهدوا واحد من هاد الفيديوهات اللي كيبانوا لكم دابا على الشاشة. تهلاو.